السلام عليكم. طبعا احنا جايين النهارده نشرح جرامر يونت 1. طيب حبيبي، في الاول انا عايزك تعلي الجوده وتركز معايا وتقعد في مكان هادي، لان خلاص امتحانك ما فاضلوش حاجه. طيب هنبدا في شرح جرامر يونت 1 باذن الله مع بعض خطوه بخطوه، ومش طالب منك غير تركز معايا، كوبايه الشاي حاجه تفوقك علشان ما تملش. تمام، وكفايه مقدمات كتير، يلا نبدا على الفيديو. أول حاجة عندكم وهي ال present simple. present simple وهو المضارع البسيط. معلومة كده، حاجة كده للناس اللي بتحب تركز، هي اسمها أصلا simple present، لأن لو رجعتوا للفيديو بتاع الصفات والظرف اللي هسيبه لك في الآي فوق، هو هتعرف إن أصلا الصفة بتيجي قبل الموصوف، فالمفروض هو simple present. مهم، ده مش موضوعنا النهارده. ايه هو البريزنت سمبل او زمن المضارع البسيط؟ مبدئيا كده بيعبر عن ايه؟ المضارع البسيط بيعبر عن حاجتين. اول حاجه وهي بيعبر عنها الفاكتس او الحقائق. تاني حاجه بيعبر عنها وهي الهابتس او العادات. تمام، يبقى نقول كده تاني: الحقائق والعادات اليوميه. العادات ايه؟ اليوميه. نكتب كده معلش بسرعه: ايه؟ الحقائق والعادات. تمام يا مستر. عندنا بعد كده ايه؟ عندنا فرقتين. معلش ركزوا معايا بس في الموضوع ده لان هو مهم، يمكن هيكون جوكي شويه بس هينفعنا جدا كتير. طيب عندنا مجموعتين او فرقتين بمعنى اصح. اول فرقه انا هسميها فرقه اصحاب الاس. فرقه اصحاب ايه؟ الاس. والتانية هسميها فرقه الجمع عادي جدا. طب ايه هم فرقه اصحاب الاس؟ هم الهي والشي والات او اي اسم مفرد يعني، والجمع اللي هو الاي والوي واليو والذي. تمام. بس صار عندي سؤال واحد: ليه سميناهم اصحاب الاس؟ سؤال حلو. سميناهم اصحاب الاس علشان لازم الفعل اللي وراه يكون فيه سواء اس اي اس اي اي اس. حلو قوي. طب ايه كمان؟ طيب قبل ما اكمل عايز بس ناخد مثال بسيط عشان نفهم. بص المثال ده: he plays football every day. هو بيلعب كورة كل يوم. تمام. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان هي اجى الفعل بعديه في اس وهو plays. تمام. لاحظنا كمان حاجة مهمة، ان هو قال لي في الاخر every day معناها كل يوم. يبقى ده بيعبر فعلا يا مستر عن الهابت او العادة. فعلا صح، عادة يومية ثابتة، يومية every day. تمام. عشان كده احنا سميناهم اصحاب ايه؟ الاس. طيب ناخد مثال تاني. هقول the bird flies. طيب كده صح؟ لا يا مستر، أصحاب اس يا مستر. flies. يبقى the bird flies on trees every day. الطائر بيطير على الأشجار كل يوم. عادة ولا مش عادة؟ عادة. تمام. بص كده: she watches the TV every day. هي بتشاهد التلفزيون كل يوم. عادة ولا مش عادة؟ برضو عادة. طيب امال دول بقى يا مستر اللي احنا سيبناهم بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم حاجة اسمها الانفينيتيف، هو المصدر. حلو قوي. يبقى ده SES. طيب مستر، واشمعنى هنا حطيت اس البلايز، واشمعنى هنا حطيت IES، واشمعنى هنا حطيت ES؟ طيب عشان نعرف الكلام ده انا محتاج امسح السبوره واجي لكم تاني. تمام، ورجعنا. عايزين نعرف ايه هي حالات اضافه الاس بمنتهى البساطه كده. ركز معايا:
امتى يا مستر نضيف للفعل es؟ طيب نضيف للفعل es لو او اذا انتهى الفعل ب. لو انتهى الفعل بايه يعني؟ لو انتهى الفعل باو حط له es في الاخر. لو انتهى الفعل باكس حط له es في الاخر. لو انتهى الفعل سواء z ch sh وممكن ss وهكذا، كل ده حط له es. طب بص المثال ده، بص المثال ده، بص. طيب هقول ايه؟ watch. اسأل نفسك سؤال، هي انتهت بايه؟ انتهت بسي اتش. تمام، موجود هنا؟ موجود، يبقى فعلا نقدر نحط لها، يبقى فعلا نقدر نحط لها ايه اس تبقى ووتشز. الكلام ده امتى؟ مع اصحاب الاس بس. طيب حلو يا مستر، تمام. طب امتى نحط للفعل الاي اي اس؟ نحط للفعل اي اس، ركز عشان دي مهمه جدا وممكن تلخبطك. لو الفعل انتهى بواي. انتهى بايه؟ بواي. تمام، والواي دي مسبوقه بحرف ساكن. مسبوقه بحرف ايه؟ ساكن. تمام يا مستر، وبعد كده اعمل ايه؟ على طول اجري كده احذف الواي، شيلها، وبعدين بص بالبلدي كده اهو، والله بالبلدي، وحط اي اي اس. تمام، حلو قوي يا مستر. تمام، ممكن مثال؟ عينيا. بص فلاي، اسأل نفسك منتهية باي فعلا، مسبوقة بساكن فعلا، يبقى اشيل الواي واحط الاي اي اس، بقت فلايز. واحدة كمان cry، يبكي، واي، وبدأ فعلا مسبوقة بالار. تمام، يبقى احذف الواي واحط اي اي اس، بقت cries. ودراي بقى وغيرها. تمام، لحد كده في حاجة صعبة؟ تمام، لو في حاجة صعبة انت تقدر ترجع الفيديو وتشوف الحتة اللي ناقصاك وهكذا. ميزة كويسة جدا انك بتتفرج عليا في الاونلاين او الفيديو عموما، انك تقدر امكانية ترجع وتعيد وتزيد وهكذا لغاية لما المعلومة تثبت. طيب ماشي. امتى بقى احط الاس؟ احط الاس لو الفعل انتهى بواي. تاني يا مستر، تاني، ركز معايا. لو الفعل انتهى بواي بس واي دي مسبوقة بحرف، المرة دي بقى ايه؟ متحرك. الواي وهنا لا كان ساكن. طب الفعل اتسبق بحرف متحرك، احذف الواي برضو؟ لا، حط اس دون حذف الواي، من غير ما تحذف الواي خالص. يا مستر انا افتكرت، صح، افتكرت كلمة play. ولما سألت نفسي هي فعلا منتهية باي وقبلها حرف الاي، وحرف الاي ده متحرك، يبقى ما احذفش فعلا يا مستر، انا هحط الاس على طول. plays، stays وهكذا. طيب دي بالنسبة لحالات اضافة الاس. نخش بعد كده على حالة النفي. تمام، بعد ما عرفنا حالات الاس عايزين نعرف بقى النفي، وهو المهم جدا، وان شاء الله باذن الله هيجي منه سؤال في الامتحان لو اجى عن المضارع البسيط. طيب ايه هو النفي او الفورميشن بتاع النفي؟ والله انا ببدا بالسبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده بالدونت او الدوزنت، بعد كده بجيب الانفينيتيف وهو المصدر. تمام، حلو قوي يا مستر. don't و doesn't. هسأل نفسي سؤال، فاكر اصحاب الاس والجمع؟ ايه بقى اللي ياخد doesn't؟ اصحاب الاس اللي بتحب اللي فيها اس. مين اللي فيها اس؟ هي doesn't. خلاص ماشي، يبقى الهي والشي والات بياخدوا doesn't، والاي والوي واليو والذي ياخدوا don't، وكده كده بيجي بعدهم مصدر. حتى كنت بسميهم بلطجيه، ما بيقعدوش حد في الجمله لما يكون مصدر. تمام، ايه تاني؟ ممكن مثال؟ ممكن عينيا. هقول ايه؟ he اصحاب اس doesn't. he doesn't play وليس plays. خلاص دي موجودة. he doesn't play football every night, every day, every month، اي حاجة. تمام، طب لو قلت هيبقى I don't play، I don't watch، I don't swim، I don't eat
وهكذا. اقدر افتكر جدا في اي حاجه، اهم حاجه اعرف الاساس. اوكي يا مستر، اوكي يا مستر، نرجع لمرجعنا. تمام، ممكن ندي كده بس حاجه، بس fill in the space، بس حاجه بسيطه. طيب هقول ايه؟ she نقط cook the food. اوكي، she cook the food. طب انا عايز هنا بقى احط حاجه للنفي. احط ايه؟ don't ولا doesn't؟ سامعك اللي بتقول doesn't. اجابتك صحيحه. طب هكتب كده نفس المثال. بص she نقط cooks the food. اوكي طيب doesn't برضو غلط وسمعتك. طب ايه هي الاجابه الصحيحه؟ الاجابه الصحيحه هي فكر never. never على فكره never برضو من نفي، بس never بقى مش بلطجيه زيه، عادي مش مشكله. طالما ده في اس ومحتاج انفي، هنفي بالنيفر. هنفي بايه؟ بالنيفر. مش doesn't، لا doesn't قلت لك ما بيجيش بعدها غير مصدر، اما never عادي. don't مصدر، didn't بقى سواء لو بنشرح الماضي هتبقى برضو ايه؟ مصدر. خلاص، الفورميشن بتاعه بكل بساطه do و does والسبجكت اللي هو الفاعل والانفينيتيف زي ما احنا متفقين، دول هيبقى معناهم هل. ونشوف كده المثال ده. اقول لك do you watch the film. ممكن اقول at the night مثلا every night. تمام، هل انت اتفرجت على الفيلم ده او بتتفرج على الفيلم ده كل يوم؟ طب والله لو انا بتفرج هقول يس، ولو انا ما بتفرجش هقول نو. بعمل بعد كده حاجه اسمها الكروس، او اللي بنسميه بالبلدي يعني المقص يعني. طيب يبقى اليو تتحول وتنزل والدو تنزل. طيب هسأل نفسي سؤال، هقول هو انت اتفرجت؟ هرد هقول عليه اقول له ايه؟ ايوه انت اتفرجت؟ لا هرد اقول ايوه انا اتفرجت. يعني ايه انا بقى؟ اي. يبقى ملحوظه تاني اهي، اليو بتتحول وتنزل تبقى اي. تمام، والدو عادي تنزل يبقى يس اي دو او نو اي دونت. تمام، على فكره لو يو في السؤال تنزل في الاجابه اي، ولو اي في السؤال تنزل في الاجابه يو. تمام. واحده بدز. does she cook ولا cooks؟ لا cook يا مستر دي موجوده. does she cook the breakfast؟ يا ربي. تمام، وده المثال اللي عندنا. او does she cook the breakfast؟ هل هي بتطبخ او بتعمل الفطار؟ والله لو بتعمل هقول يس، ولو ما بتعملش هقول نو. بعمل الكروس يبقى she does، يبقى yes she does او no she doesn't. لازم نفي مع النو، ما ننساش دي مهمه. تعال ننتقل اللي هي حته الكلمات الداله، ونعرف يعني ايه كلمات داله. خليكم معايا ورجعنا تاني مع بعض على الكلمات الداله او ظروف التكرار. نعرف ببساطه يعني ايه كده كلمه ظروف تكرار. مين اسمها؟ حاجه ايه؟ بتتكرر. طب ايه هم ظروف التكرار؟ مثلا عندك always، usually او usually الاتنين بيتنطقوا صح، often او often برضو الاتنين بيتنطقوا صح، sometimes، rarely و never. طيب بس دول يا مستر؟ لا في كتير. عندك hardly ever، عندك ever، عندك occasionally، عندك lately، recently. كتير. كل ما انت تتقدم في العمر وتتقدم في المرحلة اللي انت فيها هتبدأ تاخد اكتر. تمام، يعني ايه always معناها دائما. طيب usually معناها ايه؟ عادة. يبقى always معناها دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes احيانا، rarely معناها نادرا، و never معناها ابدا. تمام، حلو قوي. ايه استخدامات بقى الكلام ده؟ طب استخدامات الكلام ده زي ما احنا هنشوف كده، في معلومات مهمة جدا عايزك تعرفها عن الناس دي. تمام، عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف ان ظروف التكرار، شوف بكتبها عشان مهمة،
ظروف التكرار تأتي قبل الفعل. تيجي قبل ايه؟ الفعل. طب مثال يا مستر عشان عايز اتأكد، هقول لك I always watch TV. انا دائما بشاهد ايه؟ التلفزيون. ادي always وادي الفيرب الفعل. اجي قبله. طيب تيجي بعد ايه؟ ظروف التكرار تيجي بعد حاجة تيجي بعد الفيرب تو بي. شبه الصفر لو تفتكر، نفس الكلام بس مالناش دعوه بالفعل، بتكلم على الفيرب تو بي. طيب ناخد مثال تاني. هقول لك we are never late. مش مشكله بقى نيت عشان السكول، ليت عشان اي حاجه. طيب اهي يا سيدي عشان ما تزعلش، late for school اهو. قال لك احنا ابدا ما تاخرناش على ايه؟ على المدرسه. لاحظ بقى ايه؟ ان نيفر موجود، ويجت فعلا يا مستر قبل الفعل، ويجت كمان بعد الفيرب تو بي زي ما احنا قلنا. تمام؟ مهمه. طب ينفع اقول يا مستر late never؟ امال ايه never late؟ ينفع اقول always play؟ طب ينفع اقول play always؟ وكده بقى حاجه بسيطه بس عشان ننتهي الحمد لله من الزمن ده. الناس كلها بتقول عليه صعب بس انا الحمد لله يعني شايفه سهل، والحمد لله ويا رب اتمنى ان يكون قدرت ان اوصله بطريقه سهله ليكم. طيب نعرف بس حاجه بسيطه وهي how often، وعشان كده يبقى خلاص من زمن المضارع البسيط. تمام ورجعنا. how often معناها كم مره، كم ايه مره. طب الفورميشن يا مستر زي ما احنا متعودين، هقول لك how often plus do او does plus s اللي هو الفيرب plus infinitive اللي هو مصدر. تمام قلنا هقف معناها ايه؟ كم مرة. تمام كم مرة. طيب برد على ايه بيها هقوفن دي؟ هقوفن دي برد عليها بردين فقط لا غير. الرد الاول اما برد بظرف من ظروف التكرار اللي هم ايه؟ always usually والحاجات اللي احنا لسه من شويه دي، او برد عليها بعدد مرات حدوث الفعل. عدد مرات حدوث الايه؟ الفعل. يعني ايه مثلا عدد مرات حدوث الفعل؟ عدد مرات حدوث الفعل زي مثلا once مره. عملت ده كم مره؟ اقول لك مره once. اقول لك twice. اقول لك كم مره مثلا بتلعب كوره؟ اقول لك twice a week مرتين في الاسبوع. ممكن مثلا ايه 3 times كم مره؟ 3 ايه مرات. ممكن اقول 4 times وعلي بقى وازود واشوف انا كم مره بعمل الفعل. يا اما بجيب ظرف من ظروف التكرار، يا اما بجيب عدد مرات حدوث للفعل. وبكده يكون الحمد لله زمن البريزنت سمبل معانا الحمد لله انت. وفي اي معلومه انت واقفه معاك ضاعت منك ارجع للفيديو وهات المعلومه واسمعها من اول وجديد. كده خلاص يكون انتهينا من زمن المضارع البسيط، واتمنى يكون الكل فهم والكل الحمد لله يا رب. يعني اتمنى ان الحصه ما تكونش ممله ولا حاجه، واشوفكم مره تانية. باي باي.